السلام عليكم. اليوم جيت نعمل معكم واحد السلطه اللي كتجي مزيونه. قلت غادي نبقى نشارك معكم السلطه. ما بيتهاش الصراحه، ما تبيتوهاش دغيا كطيب، وطيبوها في شويه الملحه وصافي. صفيتها ونزلتها على جانب. هنا عندي صديره الدجاج، هادو غادي نقليهم في شويه الزيت غير ياخذوا لنا اللون، ولكن يطيبوا غير في الزيت. هنا كيف ما كتشوفوا عندي الخيار، ها هو مقطع بهذا الشكل هذا، والجعده محكوكه بطبيعه الحال مقشره. وهنا عندي مايس او الذره. صافي غادي نحتاج في هاد الشلاضه هذه او السلطه هاد المكونات هادو. غادي نكمل بالطريقه باش نقليها الدجاج ونقطعو، وغادي نشارك معكم الشكل النهائي. نحاول نعمل شتيتو د الملح هادي، ونعملها شويه د الابزار، وغادي نقليها ونرجع معكم. صافي ما غادي نزيد له حتى شي حاجه من غير الابزار. اذا كتعجبكم شويش ما كيعجبكمش الابزار، عملوا غير ملاح وقليوها في الزيت صافي حتى تاخذ لنا ديك اللون الذهبي وطفيو عليها. كيف ما كتشوفوا معايا راه ما غاديش نعمل مونتاج من هذا الفيديو هذا. كيف ما كتشوفوا الدجاج، صدر الدجاج كيف ما كنقليه في الزيت، وعندي بوطه مهيله وعملت له قطيره د الزيت غير باش نقليه فيه ويطيب لي من داخل. صافي غادي نكمل ونرجع معكم. كتشوفوا كبيت كلشي هنايا. غادي نزيد كيف ما كتشوفوا الدجاج اللي قطعت. انا قلت لكم غادي نصور غير بلا سيبوره باش يكون التصوير خفيف. غادي نزيد الدجاج، غادي نجبد شويه د المعدنوس اولا القزبر اللي عندك كيف ما كتشوفوا معايا. بالنسبه للمايونيز غادي نخليها حتى الاخر عاد نعملها، وغادي نزيد شويه د الابزار وشويه د الخل وشويه د الزيت د العود باش تكون عندنا هاد الشلاضه هذه صحيه ويقدروا ياكلوها الناس الريجيم اللي عاملين الريجيم. انا ما عاملاش الصراحه الريجيم، كناكل عادي صحيه بزاف، تقدروا تغداو بها يعني ما تزيدوا معها حتى شي حاجه من غير هذا. يكون غداء صحي فيه المكونات اللي بساط. غادي تزولوا غير الزيت، وتقدروا الخل تعوضوه بالليمون، والزيت تقدروا تعملوا شتيتو يعني تا الزيت العود راه مزيان بزاف وصافي. وتقدروا ما تعملوش المايونيز، تقدروا تخليوها هيدا وتاكلوها هيدا وتقدموها بهذه الطريقه هذه. المهم غادي نكمل ونرجع معكم. غادي نخلطها ونرجع معكم. كيف ما كتشوفوا بعد ما خلطتها كيجي الشكل ديالها هيدا. بالنسبه للبنات اللي عاملين ريجيم ياكلوها هيدا، يزيدوا لها غير قطيره الزيت وملح بلاش، حيت عندنا اللوبيه فيها ملح وعندنا هذه فيها الملح، ويزيدوا شويه د الخل. بالنسبه اللي ما عاملينش الريجيم كملوا معايا الطريقه حتى الاخر. صافي غادي نخليها ترتاح، وملي نكون غادي نقدمها نعملها المايونيز باش كتبقى مايونيز طريه فيها. وهنا كيف ما كتشوفوا زيت مايونيز. المايونيز كتبقى على حسب الاختيار، تقدروا تعملوا بزاف تقدروا تعملوا شويش. وهنا كنكونوا سالينا الوصفه ديالنا، نتمنى تجربوها راه كتجي مزيونه وكتجي يعني كتقنع في الغداء. وهنا كيسالي الفيديو، نخليكم في امان الله.